بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام، متابعي قناة مصر 24 ساعة، مع الفيديو المخصص لأخبار النادي الأهلي والملخص الخاص بأخبار النادي الأهلي. كل أخبار النادي الأهلي هتلاقوها متجددة يوميا على قناة مصر 24 ساعة من خلال الفيديو. صفقات، انتقالات، استعدادات للمباريات هتلاقوها على قناة مصر 24 ساعة. ان شاء الله ارجع لكم بعد الملخص الخاص باخبار نادي الاهلي. الاهلي يعلن موقفه بعد هروب ثنائي الفريق. اعلن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عن قانونيه موقف القلعه الحمراء في ازمه هروب الشقيقان ريتشارد وصلاح الدين بعد انضمامهما لنادي اودونيزي الايطالي. واكد فضل في تصريحات صحفيه الاهلي ضامن حقه من الناحيه القانونيه في حاله التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. وأضاف أن اللاعبان أقل من 18 سنة ولا يوجد ناشئ يرتبط بعقود في هذا السن. وشدد مدير التعاقدات أن هناك متابعة للأمر من قبل المستشار حلمي عبد الرزاق المستشار القانوني للنادي. كارترون يدفع بنجم الأهلي لأول مرة في تشكيل لقاء الترجي. استقر باتريس كارترون المدير الفني للنادي الأهلي على مشاركة ناصر ماهر في التشكيل الأساسي خلال لقاء الترجي التونسي. وستكون مشاركة ناصر ماهر هي الأولى، وذلك بعد قيده في القائمة الأفريقية مع الفريق بالساعات الماضية. ويحظى ناصر ماهر بدعم كبير من جانب الجهاز الفني من أجل تطوير مستواه بعد ظهوره بشكل جيد في الدوري الممتاز. كارترون يجهز هذه المفاجأة للترجي في رادس. يدرس الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني لنادي الأهلي توظيف صلاح محسن تحت رأس الحربة في لقاء الترجي التونسي. ويفكر كارترون في منح صلاح محسن فرصة الظهور أمام الترجي، وذلك بعد استبعاد مؤمن زكريا من المباراة لأسباب فنية، بالإضافة إلى عدم ثبات مستوى ميدو جابر. وسوف تحسم الساعات المقبلة قرار كارترون النهائي، خاصة أن وليد أزارو سيعود لقيادة هجوم الفريق. كارترون يفحص الترجي بشكل شامل. حصل الجهاز الفني بنادي الأهلي على شرائط فيديو لآخر 10 مباريات لعبها فريق الترجي التونسي محليا وأفريقيا من أجل دراسته جيدا قبل اللقاء معه في دوري الأبطال أفريقيا. ومن المقرر أن يعقد الفرنسي باتريس كارترون محاضرة مع لاعبي الفريق في 9 من مساء اليوم الأربعاء لشرح العديد من الأمور المتعلقة بمباراة الترجي وكذلك نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. ويستعد الأهلي لمباراة الترجي يوم الجمعة باستاد رادس في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. رد فعل غاضب من نجم الأهلي بعد استبعاده من القائمة الأفريقية. حالة من الغضب الشديد تسيطر على محمد شريف لاعب وسط النادي الأهلي بعد قرار الجهاز الفني بقيادة كارترون باستبعاده من القائمة الأفريقية. وكان يأمل اللاعب التواجد بالقائمة الأفريقية، وذلك بعد ظهوره بشكل جيد في لقاء الإسماعيلي وتسجيل هدف التعادل، بالإضافة إلى إشادة كارترون بمستواه خلال التدريبات. ومن المقرر أن يطلب محمد شريف من الجهاز الفني السماح له بالرحيل في يناير، وذلك في حال عدم مشاركته محليا وعربيا مع الفريق. السبب الحقيقي وراء انقلاب الأهلي على مؤمن زكريا. جدد النادي الأهلي مفاوضات تمديد عقد مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، وقدم بالفعل عرض جديد للاعب خلال الساعات الماضية. وطلب مؤمن زكريا من إدارة الأهلي مهلة التفكير في العرض، خاصة أنه ما زال يفكر في العودة للعب بالدوري السعودي أو الإماراتي في ظل وجود نية من جانب الجهاز الفني بعدم مشاركته أساسيا، وذلك بعد استبعاده من لقاء الترجي التونسي. وهناك بالفعل فروقات كبيرة بين العرض الذي قدمه الأهلي لزكريا بالحصول على 7 ملايين في الموسم الواحد، بينما يتمسك اللاعب بالحصول على 17 مليون بالموسم، وهذا ما يرفضه الأهلي. كيف أشعل كارترون حماس ناصر وأكرم قبل لقاء الترجي؟ حرص المدرب الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للنادي الأهلي على إشعال حماس الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق بعد قيدهما بالقائمة الأفريقية. واجتمع المدير الفني للأهلي بالثنائي خلال الساعات الماضية وقال لهم بالحرف الواحد: أقدر الجهد الكبير لكم في التدريبات والمباريات، وانضمامكم للقائمة الأفريقية قرار تستحقوه. وطلب كارترون من الثنائي التركيز الشديد بالفترة المقبلة في ظل تلاحم المباريات وصعوبة المرحلة الحالية. طلب جديد من كارترون قبل مواجهة الترجي. طلب الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني لنادي الأهلي من الهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالفريق وضع برنامج بدني لتجهيز اللاعبين لمباراة الترجي. ويأتي طلب كارترون من ليندمان بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق، حيث خاض مباراة النجم اللبناني أول أمس الاثنين في البطولة العربية ببرج العرب، قبل أن يصل الفريق تونس اليوم لمواجهة الترجي في مباراة قوية بالبطولة الأفريقية. ويستعد الأهلي لمباراة الترجي يوم الجمعة باستاد رادس في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. ومع نهاية الفيديو مشاهدينا الكرام،
اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك. لو عجبك اضغط على زر لايك، ده هيقول لي ان الفيديو عجبك واستفدت منه. يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، احنا بنرفع كل يوم فيديوهات كتير، فاشترك في القناه معانا وكن من مشتركينا وداعمينا الكرام. نهايه الفيديو مشاهدينا الكرام اشكركم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.